السلام عليكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. هنعمل النهارده فطاير سهلة ولذيذة بمكونات بسيطة كلها موجودة في البيت. هي كده نوع من الفطاير التركية اسمها السميت بوتشا، يعني سميت بس على شكل فطاير متغرق من بره بالسمسم. هش ولذيذ وطري، بيتعمل بالاصل يعني بحشوة الجبنة، بس احنا كمان هنعمله بحشوة البطاطس المتبلة. لذيذة واقتصادية في منتهى الجمال. الحلوين اللي بيشوفوني لأول مرة، أنا داليا النجار ودي قناتنا داليا جار. بنعمل حاجات حلوة قوي هنا مع بعض. ما تنسوش تشتركوا معانا. علشان العجينة هنحتاج لكوباية من اللبن الدافي اللي هو يعني الحليب، وكمان نص كوباية من المية الدافية، ولازم طبعا ما يكونوش سخنين علشان ما نقتلش الخمير. وعليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو هتستخدموا أي نوع تاني من الخميرة أو مش متأكدين من صلاحية الخميرة نفسها، يبقى لازم نسيب الخليط ده الأول يخمر. وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الخل الأبيض وتلت كوباية من أي زيت نباتي تفضلوه. أنا بحب دايما زيت الزيتون. هنديهم تقليبة علشان ندوب السكر، وبعدين هنضيف الدقيق بالتدريج. يعني بضيف الأول شوية دقيق وعليهم معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم علشان أتأكد إن الملح داب كويس، وبعدين هننزل بقى ببقية كمية الدقيق شوية شوية. هنحتاج من 500 ل 550 جرام من دقيق الخبز أو المخبوزات، يعني من 3.5 ل 4 كوبايات معيارية. بس في الآخر أرجع وأقول لكم إن عينينا هي الميزان، يعني هنفضل نضيف الدقيق لحد لما نلاقي العجينة لمت معانا وفيها سنة تلزيق بسيطة. هنا العجينة بدأت تلم معايا، هضيف معلقة كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفة، يعني زبدة طرية، ودخلها بإيدي كده جوه العجين. ممكن تستغنوا عنها خالص، بس الزبدة كده بتدي طعم لذيذ قوي في الفطاير. لازم تعجنوها كويس بالإيد كده مش أقل من 10 دقايق. لو تعبتوا ممكن تغطوا العجينة شوية وتكملوا فيها بالإيد. أنا نزلتها على البنش عشان أكمل عجن براحتي، وطبعا تقدروا إن انتوا تستعملوا العجان، يعني هياخد تقريبا 5 دقايق فيه. بصوا قوام العجينة طرية وبتلزق سنة في الإيد. نلمها بالشكل ده ونسيبها بقى تخمر وهي متغطية لحد لما يتضاعف حجمها. في الوقت ده هكون بحضر الحشوة. أول حاجة هنعملها مع بعض هي حشوة البطاطس. نص كيلو من البطاطس مسلوقة ومهروسة كويس قوي. دول تقريبا كانوا حوالي 4 بطاطسات حجمهم متوسط. اختاروا البطاطساية الفاتحة الجامدة لما نمسكها، لأن دي بيكون نسبة النشا فيها عالية والمية قليلة، فلما نيجي نهرسها بتكون هشة وفلافي. على نار متوسطة بقى في الطاسة نضيف معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة أو 2 كبار من الزيت، وعليهم بصلاية كبيرة تكون متقطعة ناعم. رشة الملح بتخلي البصل يدبل أسرع، وحاولوا كده النار ما تكونش عالية علشان البصلاية تدبل براحتها وما تتحرقش مننا. أول ما البصلة تدبل ولونها يصفر هنضيف معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ورشة فلفل أسود كده حسب ذوقكم، وكمان معلقة كبيرة من البابريكا. هديهم بس تقلبتين صغيرين على النار علشان يتحمصوا، وبعدين هنضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، اللي هي يعني معجون البندورة او معجون الطماطم، مش عارفة انتوا عندكم بتسموها ايه. المهم ان احنا هنحمصها شوية على النار، وفي الاخر خالص بنضيف البطاطس ونجمع كل المكونات مع بعض كويس قوي. وبعدين هاخدها واسيبها تبرد خالص، وفي الاخر بنضيف عليها ربع كوباية من البقدونس المفروم. نقلبهم وبكده تبقى حشوة البطاطس جاهزة. عادةً بتلاقوا الفطاير دي معمولة بالجبنة، خصوصًا الجبنة القشقوان. ممكن ببساطة تستبدلوها بالجبنة التشيدر. بنقطع الجبنة بتاعتنا مكعبات صغيرة كده علشان تكون سهلة في الحشو. أنصحكم إن انتوا تجيبوا الجبنة عندكم وتبشروها أو تقطعوها في البيت، لأنها بتدوب أحسن من اللي بتبقى مبشورة جاهز. وممكن كمان نخلط الجبنة التشيدر مع خلطة الجبنة المتبلة. 100 جرام من الجبنة الفيتا دول تقريبا كوباية من الجبنة الفيتا المهروسة، وعليهم معلقة صغيرة من الزعتر، معلقة أو 2 كبار كده من زيت الزيتون، وممكن كمان رشة فلفل أسود حسب ذوقكم. تستبدلوا الزعتر ببقدونس أو كزبرة خضراء، ممكن كمان نعناع زي ما تحبوا. هنحتاج كمان لكوباية من السمسم المتحمص. وما تقولوليش نجيب الأكياس اللي متحمصة جاهز، أو إن احنا عندنا شوية سمسم مركونين كده في المطبخ من سنة مثلا. لا يا جماعة، اللي متحمص طازة طعمه وريحته أحلى بكتير. بعد ما نحمصهم على نار هادية كده نسيبهم يبردوا قبل ما نستخدمهم. تعالوا نشوف اخبار العجينة ايه. طبعا تضاعفت في الحجم ما شاء الله، بقت بالشكل ده كده. هنزلها بايدي واخرج كل الهواء من جواها. بنزلها على البنش وبقطعها تقريبا 12 ل 15 قطعة، كان كل قطعة فيهم تقريبا وزنها 70 جرام. حاولوا كده ان انتوا لو ما عندكوش ميزان تبقى بالعين، لانه القطعة لما تبقى حجمها واحد بتستوي كلها في وقت واحد وتسويتها تبقى مظبوطة.
بلمها كده ما بين ايدي واقوم مشكلاها على شكل كورة، والجزء اللي لتحت ده برضو هيفضل لتحت. هكمل بقى كل المقدار بنفس الطريقة، وهنا انا خلصت تقريبا 15 قطعة، كان كل واحدة فيهم 70 جرام زي ما قلت لكم. ناخد قطعة من العجين نبططها ما بين ايدينا بالشكل ده كده، وناخد كمية متوسطة من الحشوة، يعني مش كتير قوي ومش قليل، ونقفل العجين حوالين الحشو بالشكل ده، ونقلبها ونبرمها على شكل كورة ما بين ايدينا. طبعا طول ما انا بشتغل بيكون العجين بتاعي متغطي بقماشة تكون مبلولة ومعصورة كويس قوي. ونعمل واحدة تانية، دي حشوة البطاطس المتبلة بالشكل ده كده، بقفلها وبعدين اقوم قلباها واقوم برماها ما بين ايدي بالشكل ده كده. ده تصوير ابطأ شوية علشان الناس اللي لسه بتعلم. اخر واحدة من الفطاير كانت حشوة الجبنة المتبلة اللي هي الفيتا، وحطيت كام مكعب كده من الجبنة التشيدر لان كان لونها برتقاني، فقلت هتدي لون حلو واكيد طعم كمان في الحشوة من جوه. بعد ما نخلص حشو كل الكور، تعالوا بقى بينا نحضر الخلطة اللي هتخلي السمسم يلزق على العجين، اللي هي عبارة عن ايه؟ ربع كوباية من العسل الاسود، وهنزود عليهم ربع كوباية من المية، يعني الاتنين مقدارهم متساوي. ونقلب الاتنين كويس قوي مع بعض. مش شرط عسل اسود، ممكن اي نوع عسل او دبس عندنا، يعني هما بيستخدموا دبس العنب، ممكن كمان دبس التمر، يعني اي نوع عسل، المهم ان هو يبقى خليط كده ملزق علشان السمسم يلزق عليه. هناخد كل كورة نغطسها في الخلطة بتاعة العسل والدبس، ممكن تغطسوا نص الكورة أو الكورة كلها، وبعدين تغطوها بالسمسم بالشكل ده كده، ونرصها في الصينية اللي هنخبزها عليها. الصينية بتكون مفروشة بورق الزبدة أو مدهونة مسحة زيت، وطبعا بنسيب مسافة بين كل واحدة والتانية عشان لسه هيزيدوا في الفرن. بجيب موس أو سكينة تكون حامية وأعمل فتحات على وش العجين بالشكل ده، بيديها شكل حلو قوي لما بتستوي. بسيبهم 10 دقايق وبعد كده بدخلهم الفرن، يكون سابق التسخين على درجة حرارة 180، وبيقعدوا في الفرن تقريبا 30 أو 35 دقيقة. طبعا بنراقب العجين في أثناء مدة التسوية، ولو حسينا إن في ناحية بتكون بتتحمر أسرع من الناحية التانية بنغير اتجاه الصينية. وده شكل الفطاير بعد ما طلعت من الفرن، كانت لسه سخنة جدا بس كانت ريحتها وطعمها يهبل فعلا تجنن. دي كانت اللي بالجبن القشقوان، بصوا بتمط ازاي، هي بتبقى مالحة سنة كده وكريمي، طعمها كان حلو قوي. طبعا زي اي فطاير بتنشف بسرعة لو اتعرضت للهواء، فلازم نغطيها كده بقماشة ونحطها في علبة محكمة الغلق. وانا بحب دايما ان الفطاير بعد ما تبرد بقوم حطاها في كيس من اكياس الفريزر وبخرجها عشان تفضل طازة طول الوقت. احلى حاجة الفطاير دي تتاكل سخنة، لو عندكم اير فراير بتخرجها كأنها لسه طالعة من الفرن، مقرمشة من بره وهشة وطرية وتجنن من جوه. لو عجبكم الفيديو شوفوا بقية الفيديوهات التانية، ومتنسوش لو انتوا جداد تشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.